هنا الإسكندرية. الأولى صدفة والثانية صدفة والثالثة صدفة. الأولى صدفة قلبك ينسعد بيها، والتانية صدفة لها قصة في ماضيها، والتالتة صدفة غريبة تكرهك فيها. الأولى صدفة قلبك ينسعد بيها أكتر ما تتصور، والتانية صدفة لها قصة في ماضيها من طبعها تحير، والتالتة صدفة غريبة تكرهك فيها زي العمى واكتر. الأولى صدفة قلبك ينسعد بيها أكتر ما تتصور لو كان تصادفك يوم، والتانية صدفة لها قصة في ماضيها من طبعها تحير وتجيب عليك اللوم، والتالتة صدفة غريبة تكرهك فيها زي العمى واكتر. وكل كوم ودي كوم. بنقابل الأولى بالفرحة واللهفة، ونقابل التانية بسرحة وعين خايفة، ونقابل التالتة بحكاية الصدفة. حكاية صدفة تمثيلية من تأليف محمود الكمشوشي، إخراج عبد الحي شحاتة. على فين يا ماما؟ فرجني على الدنيا شوية وارجع بيا البيت تاني. يعني مش قصده مشوار معين أو زيارة معينة؟ قصدك تفسحني وبس. تحت أمرك، بس ما تسوقش بسرعة كده. وكده بسرعة؟ ده أنا كده ماشي على 20. على 2 3 كفاية، أنا مش مستعجلة. حلوة أوي 2 3 دي. ضحكتك قوي. أنت عارفة 2 3 دي يعني إيه؟ يعني السوق بالراحة، يعني 2 3 كيلو أوصلهم في ساعة لو مشيت عليهم. مش بقولك امشي بالكيلو والوقة. ما هي ماشية على 20 اللي قلتها لك، أقصد بيها 20 كيلو في الساعة، و2 3 هيبقوا بالكيلو برضو، ومشوار ساعة هنوصله في 7 ساعات لو نفذت طلبك. مشوار ساعة في 7 ساعات؟ أيوة يا ماما. ده ولا الحنطور يا ابني. أنت عارفة العربية اللي كانوا بينقلوا فيها الجير والطوب الأنتري زمان؟ مش هم عجلتين كبار دي؟ أيوة. إيه رأيك في سرعتها؟ سرعة إيه؟ دي بتبقى ماشية زي دكر البط اللي مضغطينه أرجب بفول. أهو لو مشيت بأوتومبيلي على 2 3 العربية دي هتمشي جنبي وتعمل فو بسرعة بالنسبة لسرعة اوتومبيلي. أنا قصدي السوق على مهلك، ما تجريش. ما تخافيش يا ماما. ما خافش ازاي؟ العمر مش بعزاءة. أنا سواق ممتاز. أحمد، أنت بتعاندني وتزود السرعة. الطريق خالي قدامي وأصول الصنعة كده. اسمع بقى، يا تهدي يا تنزلني أمشي على رجلي وأبقى في أمان أحسن. أنت معايا في أمان الأمان. وقف يا أحمد، وقف. ايه ده؟ ايه الحكاية يا ماما؟ حصلت مصيبة كبيرة، انزل من اوتوموبيلك شوفها اوام. مصيبة؟ ايه ده؟ دوست حد؟ دوستني انا يا حضر. انتي؟ ايوه هي. انت مش شايف هدومها اللي اتدرمغت تراب من وقعتها على الارض يا ابني؟ هو كل اللي معاها عربية يدور يدوس في الناس ويستهتر بحياتها زيك كده؟ مفيش آلة تنبيه تنبه بيها الرايح والجاي؟ في يا آنسة، وأنا آسف. وآسف دي تنصرف فين؟ أنا مستعد أدفع لك التعويض اللي تطلبيه فورا. معلش معلش يا بنتي، ونحمد ربنا ان الحكاية جت سليمة وابني غلطان. عشان خاطرك بس هتنازل عن حق، وحضرتك تبقى تفتح وتبص قدامك وانت سايق عشان ما تصادمش بأوتومبيلك في حد تاني. مع السلامة. تسمحي أوصلك للمكان اللي حضرتك رايحاه؟ لازم نوصلها يا أحمد، أمال هنسيبها تمشي بهدومها مبهدلة كده؟ ما يصحش أبدا. اتفضلي اتفضلي يا عروسة وأنا هقعد جنبك. اتفضلي. الظاهر إني لازم أتفضل. اسم الكريمة إيه؟ نوال. عاشت لساني. على فكرة يا أنسة نوال،
المصادمة اللي حصلت مني ماما كانت السبب فيها. هي مامتك اللي كانت سايقة ولا انت؟ هو وحياتك. انا صحيح، بس ماما كانت بتكلمني والكلام شغلني وخلاني ابص لها ما ابصش قدامي وحصل اللي حصل. طيب بص قدامك بقى ومالكش دعوة بينا ولا بكلامنا. على رأي المثل مش كل مرة تسلم الجرة. ما انا باصص قدامي. باصص قدامك في المراية عشان تشوف اللي وراك. بص قدامك تمام مش في المراية. امرك يا ماما. اذا سمحت تحود يمين الشارع اللي جاي. حاضر. انت ساكنة الناحية دي يا نوال؟ ايوه، تاني بيت بعد ما يحول. اظن هنا. اتفضلوا عندنا. اطلعي يا ماما وصلي الانسه لحد شقتها وانا هنتظرك في العربيه. وايه اللي يطلعني يا احمد؟ نزيد شرف بحضرتك يا طنط. وعشان تعرفي الجماعه باللي حصل وتعتذري لهم بالنيابه عني، لانهم هيسالوها عن سبب الحاله اللي مرمطت ملابسها وتبقى انت شاهده. اطلعي يا ماما. اديني طالعه. اكرر اسف يا انسه نوال. كنت اتمنى انك انت اللي تتفضل مع طنط عشان تتاسف للي هيسالوني، افضل ما تنتظر في العربيه لوحدك. مش هكون لوحدي، هكون مع الصدفه السعيده اللي عرفتني بيك يا انسه نوال. كده؟ طيب خليك مع الصدفه اللي بتسميها سعيده يا سي احمد. اتفضل يا طنط. يا اخواتي يا اخواتي على دي خفه يا اخواتي. جابت الجمال ده منين البت دي؟ لازم امها وابوها حلوين قوي، لكن مش معقول يكونوا بالحلاوه دي، مش معقول ابدا. دي حلوه قوي. سمرها ما شفتش في خفته، اوامها ما شفتش اوام في لفته، عيونها فيهم شعاع سحري اقوى بكتير من نور العربيه الكبير. يا اخواتي على ده حسن يا اخواتي، ولا صوتها والرقه اللي فيه، ولا الصدفه اللي عرفتني بيها. بدل ما توديني الاسم وديتني الباب بيتها. اهي دي الصدفة اللي قالوا عنها اجمل من 1000 معاد. الاولى صدفة قلبك ينسعد بيها اكتر ما تتصور لو كان تصادفك يوم، ونقابل الاولى باللهفة والفرحة. صدفة لازم اوصفها واسجلها بكلمتين حلوين يستنوا معايا لحد ما ربنا يفرجها. تقول ايه يا احمد؟ تقول ايه؟ ايوه، الاولى عن طريق الصدفة حبيته اسمر جميل خفة صادف هوى مني يا عيني يا حودة. والتانية بالصدفة عرفني طريق بيته ورحت على الوصفة وعشت متهني. والتالتة ايه ورابعة ايه اللي بتكلم نفسك بيها دي؟ ماما ايه اخبار الجماعة اللي كنت عندهم؟ اسكت بقى وكفاية اللي جرى. جرى ايه؟ نوال شنطة ايدها راحت منها بسبب اللي جرى من اوتوموبيلك. راحت منها؟ باين سابتها في الشارع. لكن ده انا شايف في ايدها شنطة ساعة ما ركبت عشان نوصلها. شايف في ايدها شنطة؟ دي نسيتها في العربية مش في الشارع. ايه؟ موجودة مطرح ما كانت قاعدة قدامك اهي. الحمد لله. لما اخدها طلعها لها عشان تطمن. لا يا ماما. ايه؟ الشنطة هتروح معانا البيت. حاجة مش بتاعتنا نروحها البيت معانا ليه؟ لازم نردها لصاحبتها. هنردها لصاحبتها بس مش دلوقتي. ايه حكايتك يا احمد؟ هقولك في البيت. تقدر تفهمني ليه ما خلتنيش ارد الشنطة لصاحبتها؟ الحب يا ماما. الحب؟ من اول نظرة، من اول مصادمة قصدك؟ انا بعتبر المصادمة دي اجمل غلطة غلطتها في حياتي، لانها خلقت الصدفة اللي صدفتني بنوال من غير ميعاد. ايه الكلام ده؟ ماله مال الشنطة؟ مش بيقولوا في المثل بين القلب والقلب رسول؟ ايوه بيقولوا كده. ودي الرسول اللي هيكون بين قلبي وقلبها. يعني ناوي تعملها حجة وتروح بيها عندها؟ الرسم اللي رسمته هي اللي تيجي هنا وتاخد الشنطة. هي تعرف انها راحت مش نسيتها في العربية، واحنا نعرفها انها ما راحتش ونسيتها في العربية. انا مش قللت العقل لدرجة ان اروح بيتها واعرفها بحكاية الشنطة من غير ما اخدها لها معايا. عندهم تليفون؟ عندهم تليفون. خدت نمرته؟ لا، لكن وصفت لها بيتنا عشان تزورنا. اما افتح شنطتها يمكن الاقي نمرة التليفون فيه. عيب يا احمد، ما تعملش كده، الناس اسرار. ما اقصدش افتش عن اسرارها، انا اقصد نمرة التليفون.
اهي لقيتها. رجع الحاجة اللي خدتها من الشنطة، رجعها زي ما كانت واقفلها. تعالي يا ماما. اجي فين؟ انا هطلب النمرة وانت تتكلمي وتعرفيها ان الشنطة عندنا وتترجيها تشرفنا وتيجي تاخدها بنفسها. اللي العقل بلوة. خد يا ماما السماعة. هات. الو، انا عاوزة نوال وحياتك. انت نوال؟ انا طنطك مامة احمد. خير خير يا حبيبتي، شنطتك موجودة عندنا. ايوه كانت في العربية وانت نسيتيها. هتشرفينا امتى عشان تاخديها؟ زي ما احب تشرفينا حالا دلوقتي. ايوه حالا حالا. الشقة نمرة 6، احنا في انتظارك. جاية يا ماما؟ ما انت واقف جنبي وسامع الكلام كله، مالك ملهوف على رؤيتها كده؟ قلتلك الحب. وبعد الحب لو خالية من الموانع الشرعية هتقدم لها فورا. تخطبها يعني؟ انت مش من زمان نفسك ومنى عينك تفرحي بيا؟ ايوه خلاص اهي صدفة اللي هتخليكي تفرحي بيا. بس مش فورا كده زي ما بتقول، لازم نسأل ونطقص ونشوف اصلها وفصلها ايه. اسمعي يا ماما. نعم. ابن الوردي الشاعر قال لا تقل اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد حصل. والحاصل انها جميلة ورقيقة ومهذبة وتمتاز برقة الالفاظ وحلاوة اللسان. منين تعرف؟ من الحادثة اللي صدفتني بيها. لو الحادثة دي حصلت مع واحدة غيرها يعني تشبعتني شتيمة وردح وبهدلتني. ادعي لي انها تكون خالية من الموانع الشرعية. الرك على النصيب يا ابني. وعاوز مني خدمة لما تيجي نوال. عارفاها الخدمة دي. اخلي لك الجو عشان تاخد راحتك في الكلام معاها. يا سلام يا ماما على نباهتك. حكاية محفوظة مش عايزة نباهة، اياك بس تيجي. ما انت قلت جاية هتخوفيني ليه؟ طيب افرض انها جات واتكلمت معاها وعرفت انها مخطوبة، تعمل ايه؟ وليه الكلام اللي يكسر القلب ده؟ بقول لك افرض، مش لازم نقدر دي ودي. جرس الباب يرن. من فتح الباب فتح الله عليه يا مسهل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلي. الآنسة نوال يا ماما. اهلا وسهلا. اتفضلي يا نوال، اتفضلي يا حبيبتي. سلمي على ماما بايديك الاتنين يا انسة نوال. وش معنى بايديا الاتنين؟ ماما بتحب كده. مدام طنط بتحب كده اسلم بايديا الاتنين. اتحققي كويس يا ماما. اتحققت يا ابني. الحمد لله. انا مش فاهمه حاجه. احمد هيفهمك كل حاجه. عن اذنك شويه. اتفضلي يا طنط. انا مش عارف اشكر ايه ولا ايه. اشكر الحادثه وصدفتها اللي عرفتني بيكي، ولا اشكر ذاكرتك اللي نستك الشنطه في العربيه وساعدتني بزيارتك. اشكر ربنا اللي الحكايه جت سليمه. دي جت سليمه من كله، من الحادثه ومن الشنطه ومن ايديك الاتنين اللي سلمت بيهم على ماما. وايه حكايه ايديا الاتنين دول كمان؟ حلوين قوي. ايه الحلو فيهم؟ الحلو فيهم انهم خاليين من الموانع الشرعيه. مفيش صباع من صوابعك مشغول بخاتم يمنعني من الكلام معاكي في امر. الشنطه فين يا سي احمد؟ موجوده وهسلمها لك بعد ما انتهي من حديثي في الامر ده. امرك عجيب. فعلا عجيب، لكن انا مصر اكلمك فيه من غير تردد. وفي حكمه بتقول المتردد من امره محروم. اي امر عاوز تكلمني فيه؟ امر جواز يا نوال. جواز؟ اقدر اتقدم؟ ممكن تديني الشنطه بعد ما اسمع الرد. محدش يمنعك انك تتقدم لاي انسانه في العالم. انا مش عاوز اتقدم لاي انسانه في العالم. امال عاوز ايه؟ عاوز اتقدم لاجمل صدفه صدفتني في حياتي من غير ميعاد. وقبل ما اتقدم لازم اطمن. اطمن يا سي احمد. اطمن؟ ماما ماما. ايوه يا احمد. تعالي باركيلي في حضورها. اتفقنا على كل شيء. مش على كل شيء، لسه في بابا وفي ماما ولابد طنط تقابلهم. هقابلهم حالا. واتفقي معاهم ان انا مستعجل جدا وما ترفضيش اي طلب يطلبوه بخصوص الموافقه مهما يتكلف. قدها وقدود يا ابني. ممكن تسلمني الشنطه ولا ناوي تحجزها عندك؟ الحقيقه انا كنت عاوز احجز صاحبه الشنطه عندي ابن السعادي للابد، لكن لابد نخضع للرسميات. اتفضل الشنطه. اوعى تكون خدت منها حاجه. خدت منها نمره تليفونك بس. اقدر استأذن؟ اقدر اوصلك بالعربيه لحد البيت؟ لا
وفر البنزين ينفعنا المشاوير المستقبل. يا سلام يا زين، ما اخترت ونقيت يا احمد يا ابني. مبسوطة من نوال يا ماما؟ دي ست بيت بحق وحقيقي، بقالها سنة معانا ما سمعتش منها غلطة ولا كلمة عوجة تقولها قدامي أبدا. هي كمان تحبك أوي يا ماما. القلوب عند بعضها، بنت طبعها كويس وأخلاقها حلوة، وعشان كده بعزها وبربيها على الغالي زي ما انت شايف. هي تستاهل كل خير. هي فين؟ مش سامع صوتها. بتعمل لي فنجان قهوة، بس بتحمص البن وتطحن منه شوية عشان تعملها طازة. تحب تشرب قهوة؟ أحب يا ماما. نوال، يا نوال. نعم يا نينا. أحمد عاوز يشرب قهوة معايا. حالا هاجي بالقهوة. يحميك لشبابك، صدق من قال الجواز هدية. الست دي توعالها يا أحمد زي حباب عينيك، لو جرالي حاجة وفرقت الدنيا. بعد الشر عليكي، بعد عمر طويل. طويل قصير، دي الوصية اللي بوصيها لك. اتفضلي القهوة يا نينا. يزيد فضلك ويسترك المولى دنيا وآخرة. قهوتك يا أحمد. هاتي. بس أنا معرفتش أقولك كلمتين زي اللي قالتهم ماما. كلمتين نينا فيهم البركة والكفاية. ربنا يخليكوا لبعض ويكفيكوا شر عينيا. أجيب شوية بخور يا نينا. ما تخافيش من عينينا أحمد، السعيد عينيه ما تحسدش أبدا، وابني ربنا ساعده من كله. من كله من كله من كله، والمثل بيقول كده. بيقول إن أحمد سعيد من كله. بيقول 3 حاجات يسعدوا الراجل. إيه هما يا ترى؟ البغلة السريعة والدار الوسيعة والست المطيعة، وانت مسعود بدول. آمنت بالدار الوسيعة اللي هي شقتنا، وبالست المطيعة اللي هي نوال، لكن البغلة السريعة دي ملهاش وجود في حياتي أبدا. لها وجود؟ ملهاش وجود ازاي؟ أنا عندي بغلة سريعة؟ طبعا سريعة قوي كمان. هو أوتومبيلك اللي بيسعفك في مشاويرك ده مش بغلة؟ بغلة تمام، بس بتمشي بالبنزين. وأيام ما طلع المثل كان اسمها كده، وعشان ما تزعلش يا سيدي نسميها السيارة السريعة بدل البغلة يا أحمد. كويسة، بدل البغلة يا أحمد دي. يعني لازم تعلق على كل حاجة برضه في قفية البغلة. قول يا باسط. الظاهر إن كلام ماما هينسيني ويشغلني عن اللي ورايا. وراك إيه يا ابني؟ ورايا مشوار لحد المطار. وتعمل إيه في المطار؟ واحد صاحبي بقاله 3 سنين في الخارج وجاي النهاردة، ولازم استقبله في المطار. واجب برضه. قومي البسي وتعالي معايا يا نوال. روح انت استقبل صاحبك وخلينا انا مع نينا. سامعة يا ماما؟ لسه من شوية بتوصفيها بالست المطيعة، مش عاوزة تطوعني. عاملة حسابي، كتر ألف خيرها. قومي يا نوال، البسي وروحي معاها اتفرجي على الطيارات وهي نازلة في المطار. حاضر يا نينا. هتوصل امتى الطيارة اللي هيوصل فيها صاحبك يا احمد؟ المفروض انها توصل دلوقتي. انا سامعة صوت طيارة بيقرب. خليكي قاعدة اما اطلع استعلم عن الطيارة اللي جاي فيها عادل. صاحبك اللي جاي تستقبله اسمه عادل؟ ايوه، خليكي هنا وانا راجع لك حالا، ولا تحبي تيجي معايا؟ هنتظرك هنا. يا ألف حمد لله بالسلامة يا باشمهندس عادل. تسلم يا أحمد، تسلم. أهلا أهلا. تعرف وجودك بيطمني على تلغراف إنه وصلك، ومن غير ما كنت تبعت تلغراف برضه هتلاقيني موجود. وكان إيه بقى اللي هيعرفك ميعاد وصولي من غير تلغرافي؟ كنت هشم على ظهر إيدي تعرفني ميعاد وصولك. أنت اشتغلت منجم الأيام دي؟ الإحساس أهم من التنجيم. تعالى لما أعرفك بمراتي. تعالى. مراتك؟ بتنتظرني في استراحة المطار. أنت اتجوزت يا أحمد؟ إنسانة ممتازة، مش من فصيلة حواء اللي احنا واخدين فكرة عنها أبدا. ملاك يا عادل، ملاك. كلهن سواء يا سي أحمد، بس هي مش منهن. تعالى تعال. أحمد استناني هنا لحظة. رايح فين؟ خليك واقف مطرحك دقيقة واحدة. دقيقتين مش دقيقة.
نوال، عادل، ما كنتش منتظر اني حاجه الاقيك في انتظاري. انا مش بنتظرك، انا جايه مع جوزي، وارجوك تبعد قبل ما يدخل فجاه ويشوفك بتكلمني وتبقى موقفي حرج. ده انا عادل يا نوال، عادل. انا عارفه عادل، فارجوك تتركني وتمشي في حال سبيلك، او امشي انا. تعالي يا نوال، نوال، نوال. انا كان ايه خلاني طوعت احمد وجيت معاه المشوار ده وصدفتني الصدفه المهببه دي؟ والتانية صدفة لها قصة في ماضيها من طبعها تحير وتجيب عليك اللوم، ونقابل التانية بسرحة وعين خايفة. نوال، احمد، انت فين يا احمد؟ انت رايحه فين؟ جاي ادور عليك لاني ما قدرتش استنى اكتر من كده. ليه؟ حصل ايه؟ فاجئني صداع شديد، عاوز ارجع البيت حالا. استنى اما اعرفك بصديقي لحسن اتفقت معاه على كده، وبعدها نروح على طول. انا تعبانه يا احمد. اهو جاي. تعال يا عادل، تعال اقدم لك نوال مراتي. غريبه، نوال تبقى مراتك؟ ايه الصدفه الغريبه دي؟ افهم من لهجتك انكم تعرفوا بعض قبل كده؟ قبل 3 سنين، قبل ما اسافر اوروبا كنا جيران ساكنين في عماره واحده، مش اكتر من جيران طبعا. كلهن سواء يا سي احمد، 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 كلهن سواء يا سي احمد. والتالتة صدفة غريبة تكرهت فيها زي العمى واكتر، وكلكم وديكم، ونقابل التالتة بحكاية الصدفة. هيكون ايه اكتر من جيران قصدك؟ احمد، ارجوك ترجعني البيت، الصداع هيقتلني. اتفضل انت يا احمد مع نوال، ومتشكرين على استقبالك ليا في المطار، وانا حابب اتصل بيك بعد ما ارتاح. انت مزعل نوال ولا ايه يا احمد؟ انا؟ ابدا يا ماما. ابدا ازاي؟ هي اشتكت لك مني؟ ما اشتكتش، بس من ساعة ما رجعت من مشوار المطار بتاع امبارح ما اتكلمتش كلمة ولا ابتسمت بضحكة، وسارحة وتايهة مش عارفة ليه، وانت كمان زيها مش هي لوحدها. ايه الحكاية؟ مفيش حاجة. احمد، انا امك وبحب مراتك، وامركم يهمني انتوا الاتنين، وسرحانكم وتوهانكم ده له سبب ضروري وانت عارفه. فاكرة اول يوم قابلنا فيه نوال وطلعت توصليها وانا انتظرتك في العربية؟ ايوه فاكرة. لما رجعت لقيتيني بعمل ايه؟ ماسك ورقة وقلم وبتقول الاولى والتانية، وانت سكتيني عند التالتة. ايوه. من امبارح للنهاردة كملت التالتة واللي بعدها، والفرق اللي بين الاولى والتانية واللي بعدهم فيه سبب السرحان والتوهان اللي جد عليا من امبارح. اسمع يا ماما. قول يا ابني. الأولى عن طريق الصدفة حبيته، أسمر جميل خفة صادف هوى مني، والتانية بالصدفة عرفني طريق بيته، ورحت على الوصفة وعشت متهني، والتالتة من بعد ما على الغالي ربيته ظهر لي بالصدفة حبيب قديم عني. بتقول ايه؟ سرح مع الذكرى وانا راسي على الذكرى وسهمها الجارح، وعاش في سكرة صدف ما بعدها سكرة، وانا معاه سارح بقول يا ترى رح يجرى ايه بكرة من صدفة امبارح. صدفة ايه اللي صدفتكم امبارح؟ عادل صديقي اللي رحت استقبله في المطار امبارح يعرف نوال يا ماما. يعرف نوال؟ كانوا جيران ساكنين في بيت واحد قبل ما يسافر للخارج، واول ما شافها كلمها بلهجة تدل على ان كانت بينهم علاقة عاطفية. احمد، ابعد شيطان الظن البطال ده من دماغك احسن يتعبك. انا تعبان مش مرتاح، وخايف على نوال لا تحن للماضي وتسعى في هدم عشنا. نوال عاقلة وأصيلة يا ابني. الأولى في المثل قالوا القديم يحلى وناره تبقى نعيم، وانا من كده مشغول، والتانية من فات قديم وتاه، ودي احلى للي في حياته قديم لو صدفه يلقى قبول، والتالتة مكتوب لي في دنيا العذاب رحلة فيها حبيب وغريم وشدة انت تزول. من الصدف. ما انت لو فضلت على كده هتخسر عقلك. كل بني ادم في الدنيا بيكون له معارف وجيران وحبايب قبل الجواز، ان كانت بنت او كان شاب. انا معاك، بس في نوع ظهوره بعد الجواز بيعمل ازمة. ده ظهر صدفة مش بالعنية. من الصدف.
وظهوره مش هيضايقك مادام ما تعودش رجله تجري على البيت ولا انت تخطي بيته. وعلى رأي المثل أحر النساء بعد الرجال عنه، والرجالة كمثل. اسمع يا ماما. اسمع ايه؟ اي تليفون يضرب ترد انت، ما تخليش نوال اللي ترد. وايه تاني؟ جرس الباب لما يرن في اي وقت انت اللي تفتح الباب، ما تخليهاش هي اللي تفتح. نعم، وايه كمان؟ لما نوال تخرج لاي مشوار مش لازم تخرج وحدها، ضروري تخرجي معاها. يعني لما يرن التليفون والقاها هترد، اخطف منها السماعة واسمع ان كان عادل اللي طالبها ولا حد تاني. ايوه. وافتح انا الباب عشان لو عادل اللي بيرن الجرس ما يشوفش نوال. ايوه. وما سيبهاش تخرج وحدها واخرج معاها عشان ما تقابلش عادل لو خارجه لمقابلته. كده تمام. تعرف انك مجنون. انا مش مجنون، اللي بيحافظ على كرامته محدش يقول عليه مجنون. واللي بيجرح كرامة الناس زيك كده يبقى عاقل. لازم تعرف كويس ان انت اللي خدت نوال المطار مش هي اللي خدتك. انا هي اهي الظروف جت كده وخلاص. قصدك تقول الصدف؟ الصدف اللي قابلتك بنوال، والصدف اللي قابلت نوال بعادل، والصدف اللي انت بتلعنها دلوقتي من غير داعي. ايه؟ مين اللي قالك من غير داعي؟ ايه هو الداعي؟ نوال من امبارح للنهارده باعترافك سرحه وتايهه وما اتكلمتش كلمه وما تبسمتش بضحكه. يمكن انت مكشر لها. تضحكني لكن تضحكني ازاي وهي مشغوله؟ لكن تكلمني ازاي وخيال سعاد المسيطر على افكارها؟ وطي صوتك عشان ما تسمعش الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. يهمني انها تسمعه. سمعت كل اللي قلته يا سي احمد، وتقدر تطلقني قبل ما يقتلك الشك الظالم. سمعت يا ماما؟ بتقول طلقني. عاوز تحاسبها على كلمة قالتها ومش عاوز تحاسب نفسك على اللي قلته ده؟ ده شأن الرجالة كلها يا نينا، بيحللوا لنفسهم اللي يحرموه على غيرهم، بيدوا نفسهم الحق اللي بينكروه على غيرهم. مش احمد بس، بقى عاوزانا اطلقك افضل من الغيرة اللي تقضي عليك وعليا من غير ذنب. مفيش حاجه اسمها من غير ذنب. ذنبي اني وافقتك وجيت معاك المطار، ومش حاجة كبيرة لما جار قديم يقابلني ويسلم عليا. مش هيخطفني منك زي شيطانك ما صور لك، لاني اتجوزتك عن رغبة مش مكرهة. ودلوقتي بتقولي لي طلقني؟ افضل ما تحرق دمي بنظراتك وتفكيرك الظالم. بس انا مش هطلقك. وانت تقدر تطلقها؟ ده انا كنت اتبرى منك ليوم القيامة. مش هطلقها لاجل خاطرك يا ماما، لا، لغرض تاني هي عارفاه. انا مش عبيط هي لها الفرصه اللي اتجوزها من عادل. اطمن، عادل لو فكر يتجوزني كان اتقدم من بدري. وكفايه على كده ارجوك، انا هلم هدومي واسيب لك البيت، ووقت ما تلوم نفسك هبقى ارجع عشان خاطر نينا. بس نينا مش هتسيبك تبعدي خطوه عن البيت. ايه رايك بقى؟ وتسيبيني الحرق الدم ده؟ احمد بيحبك وخايف عليك يا نوال. انا مش عبيطه ولا جاهله عشان اهدم بيتي وكياني بالصوره اللي احمد متصورها. وعادل صاحبه هو مش صاحبي انا. هو يقدر يقطع علاقته بيه، يقدر ما يسمحلوش بدخول بيتي ولا يدخلش بيته هو كمان. وانا معقول ادخل صديق عازب بيتي، وخصوصا بعد ما عرفت انه يعرف مراتي؟ زي ما انت تعرف الجاره اللي قدامنا والجاره اللي فوقنا والجاره اللي تحتنا. ولو قابلت جاره منهم في الطريق ولا في المطار صدفه مش هتسلم عليهم يا احمد؟ هيسلم ضروري، شأنه في كده شأن كل الرجال. بس انا متجوز. يعني ايه متجوز؟ يعني عندي حصانه مش موجوده عند عادل. لو متجوز ما كنتش افكر في اي حاجه من اللي فكرت فيها. افتح يا نوال. انا اللي هفتح. عادل اقدر اتفضل؟ اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامه. تسلمي يا فندم. اتفضل اتفضل اقعد. لا ميرسي، وانا جاي مستعجل وما عنديش وقت اقعد. خد يا احمد. ايه ده؟ كارت دعوه جايبه بنفسي، بس لازم تحضر انت وكل العيله. فرح العروس اختك يا سي عادل؟ اختي مين؟ ده فرحي انا. انت؟ ايوه انا. انت ما تعرفش اني خاطب بنت عمي قبل ما اسافر للخارج؟ ما كنتش اعرف. اديك يا سيدي عرفت، ولازم تحضر بقى. ضروري هحضر، ودي عاوزه كلام. مبروك مقدم. لا 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 لا، مبروك مقدمه ما تنفعنيش، لازم بعد المأذون. كلنا هنقولها لك بعد المأذون. عقبال عندكم. السلام عليكم. مع الف سلامه. سلام. الله يسلمك. الله، هي نوال استخبت ليه؟ بتعمل الشيء اللي يرضيك. ناديها وصالحها وتوب عن اللي فيك ده بقى. نوال. نوال. نعم يا سي احمد. انا اسف، وحضري نفسك لحضور فرح عادل معانا. اسفك قبلته، لكن احضر معاك فرح عادل او غيره لا يا سيدي. سامعه يا ماما اللي بتقولي عنها ست مطيعه في المثل؟ اهي مش عاوزه تطوعني. عندها حق. ليه عندها حق؟ تخاف تطوعك وتروح معاك، يصادفها جار قديم يسلم عليها، وساعتها مش هتخلص من ظنك. والحكايه ايه؟ حكايه صدفه يا نينا. استمعتم إلى تمثيلية حكاية صدفة، كتبها محمود الكمشوشي، وقام بالأداء عثمان محمد علي، فكرية سلطان، رجا أميري،
وعصام الشامي.